كوكو بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بكمال الصحة والعافية. معكم لطيفة من قناة بيوتي بي لطيفة، فيديو جديد على القناة أو منتوج جديد إن شاء الله. اليوم غنتكلموا على هاد الصبغة هادي من لا مارك ديال إلا. كما كتشوفوا هي أشقر مشقر النمرة ديال 9.3. كما كتشوفوا بلي فيها 256 مليلتر. في اللور ديال الباكاجين كيعطوك طريقة الاستعمال، كيشرحوا لك بالفرنسي وبالعربية بأي لغة المهم نتي كتستعمليها. كيعطوك كذلك الا كان لون شعرك بني غامق ها كيفاش غتطلع فيه عليه الصبغه، الا كان اشقر بني فاتح ها كيفاش غتطلع ليه، الا كان اشقر فاتح جدا ها كيفاش غادي تطلع ليه، غتولي الاشقر فاتح. المهم كيعطوك كل شيء، كاع لي زيتاب تما. كما كتشوفوا القرعه كيجي فيها واحد تيوب ديال الصباغه، كيجي فيها الماء ديال الاكسجين او الماء ديال الصباغه، كيجي فيها جوج ديال المثبتين ديال اللون، وكيجيو فيها جوج ديال هذا بلسم ديال الشعر مورا شامبون، وكتجي معها مشيطه كما كتشوفوا ديك الشيت ديال الصباغه، وكتجي كذلك معها الليغات. عفوا. وكيجي فيها تاني واحد النشره لداخل كيوريك طريقه الاستعمال بالتفصيل الممل، وشحال خاصك تخليها. نورمالمون خاصك تخليها 45 دقيقه. كيعطوك كاع لي فيتامين، كاع داكشي اللي فيها لي فيتامين والزيوت اللي فيها، وان هاد الصبغه غنيه بالزيوت. الثمن ديال هاد الصبغه 60 درهم باش ديتها عند مالي المكياج. كذلك كينبهوك ان الا كان عندك الحساسيه من الصبغه، يعني الفروه ديال الراس ديالك عندك حساسيه فيها ما تستعمليهاش. كيفاش غادي نعرف في الراس ديالي عندي حساسيه ولا ما عنديش حساسيه؟ اول حاجه غادي نهز واحد شويه، غادي نخلطو وغادي نستعملو جهه الودن ديالي، مورا الودن ديالي حتى الا كان حمر لك، يعني مورا الودن ما كيبانش نهائيا. ف كديريه كتخليه واحد شويه، شتيه ما دارلك لا حكه لا حميرار لا تهيج، صافي غادي تستعمليها على شعرك. الشعر يكون موسخ شويه، يعني ماشي تكوني يلاه غسلتي الصباح وتستعمليها العشيه، لا، يعني تكوني غسلتي البارح وتستعمليها اليوم مثلا، يعني الشعر مزيت شويه. كما كتشوفوا بالبلاصه ما تلفوا كتبين في كل حاجه، كتبين شمن مرحله. بحال دابا في هاد العبوه هذه كتبين رقم 1، يعني اول حاجه خاصكم تخلطوها، عاد كتزيدوا الماء ديال الاكسجين، عاد كتزيدوا هذوك المثبتين ديال اللون او مصحح اللون. كان الشعر عندك قصير بحال شعري غادي تستعملي غير نص الكميه، كان عندك طويل غتستعمل كميه كامله. المهم شوفي انت على حسب. اما حيت هاد الصبغه كثيره، الا كان شعرك طويل استعمليها كامله، كان شعرك قصير جهه الرقبه استعملي غير نص الكميه وراه غادي تكفيك. بالنسبه كذا هذا بالنسبه اللي ديجا مستعمله الحنه للشعر ما تستعملش الصباغه لان ما غاديش تشد ليها. اللي ديجا مستعمله شي صبغه واحده اخرى يعني كحله غامقه راه ما غاديش يخرج لك اللون، حيت هذا اللون فاتح. يعني حنا ما لوناش بلون غامق كما قلت لكم، يعني تكوني شعرك ما صبغتيش بشي لون غامق بزاف، وما درتيش الحنه وما درتيش ديك صباغه الحنه اللي كتباع في الشاشيات، لان حتى هذوك ما كيخليوش الصباغه تشد لك في شعرك، كتشد لك غير في لي غاسين بوحدهم. شنو ثاني؟ الزيوت ما تكونيش درتي شي زيوت غامقين. يعني الزيوت هذا بحال زيت القطران، زيت الخزامه، حتى هو زيت الخروب ما كيخليش الصباغه تشد في الشعر. خاص الشعر يكون ناشف ويكون مسخ شويه باش الصباغه تحاول انها تشد فيه، باش تشد في الشعر. بالنسبه للناس اللي ما كتشدش لهم الصباغه في الشعر ديالهم، وحتى الا كنتي ديجا درتي شي حاجه من هادو اللي قلت لك، غادي تصبري واحد 6 شهور حتى تمشي، حتى الزغبه ديالك تمشي منها الصباغه ولا تمشي منها الحنه. عاد ديك ساعه ديريها. كاين بعض البنات كيجيو عندي الخاص كيقول لك حنا درنا تاكاوت وجينا درنا الصباغه وما شدتش لينا، فما كيف يعقل؟ تاكاوت راه شي كتكحل. تخيلي غير يديك الا درتي ما درتيش سليقات ودرتي تاكاوت، راه يديك كيوليو كحلين
فكيفاش غادي تشد لك الصباغه؟ ما يمكنش. وتاكوت خاصك تصبري عليها عام حتى كتمشي عاد يمكن لك تصبغي. ومازال خاصك ديري سحب اللون، غتمشي عند شي وحده يعني شي وحده كفو راني كتعرف، ودير لك سحب اللون عاد تصبغي بشي لون فاتح الا بغيتي انتي. وكما وقع ليا حتى انا عرفتو راه كنت دائما كنصبغ بالكحل، ومن بعد تشهيت ان ندير شي لون فاتح، فاضطريت انني صبرت واحد 6 شهور ما صبغت شعري. صبرت حتى مشات الصباغه يعني مشات الصباغه من الشعر وكاع، عاد صبغت بهذا اللون هذا اللي هو خرج ليا اشقر. فكذلك نتوما خاصكم تصبروا. وبالنسبه الى ما فيك ما تصبري وبغيتي داك اللون وتشهيتي، حيت بعض المرات حنا العيالات راه كنكونوا جالسين حتى كنتشهاو، يا تشهيت انا صافي تشهيت هذيك الفلان هذيك الحاجه نديرها في شعري، ولا ديك اللبسه ولا هذيك الحنه، ولا المهم كل واحد وشنو كيتشهى كل واحد وشنو حبت خاطر. فصافي كديريها، صافي كتمشي كديري سحب اللون، كديري سحب اللون وكتصبري وكتشبعي شعرك عاوتاني لي ماسك، كتشبعي بالوصفات الزيوت الطبيعيه، كتشقي بهم شعرك باش ما يتضررش لك. وكوني على يقين راه غيتضرر لك 50%، ولكن مع العنايه والعنايه ديالك اليوميه لي ماسك ديرهم لشعرك يوميا، سواء طبيعيين سواء كيميائيين. المهم لي ماسك خاصك ديرهم لشعرك، زائد تشقي بالزيوت، باش الزغبه ما تضرش وما تحراش ليك وما تقصفش. اتفقنا على هاد النقاط. فكما كتشوفوا كنتمنى انني نكون شرحت لكم جميع المعلومات على هاد الصبغه هذه وعلى كيفاش انك تستعملي هاد الصبغه. ثاني حاجه قبل ما ديروا الصبغه هذه غير تبقى عندكم في عقلكم، هزوا شويه د الفازلين او شي كريم ودوزوه جهه الجبهه جهه الودنين مورا العنق. الا كنتو غتصبغوا بشي لون مغلوق شفتوا لا يخرج لكم ولا يصبغ لكم. اما الا كنتو غديروا بحال اللون ديالي فما كيحتاجش نهائيا انك ديري هاد الفازلين، لان اصلا اللون فاتح يعني ما غاديش يشد لك نهائيا في سميتو في الجبهه في الودنين في العنق ديالك. اتفقنا حتى في اليدين ما غاديش يشد لك نهائيا. وكنعاود ناكد لك على هذا، خاصك تشوفي ياك ما عندك حساسيه هو الاول من هاد الصبغه هذه، لان كل صبغه وهي كل مارك وهي المهم كل ماركه وهي باش نتفقوا على هاد القضيه، باش ما تقولوش ما قالش لينا ما قالت لينا لطيفه. فخاصكم ضروري تشوفوا مورا الودن ديالكم ياك ما عندكم شي حساسيه ولا شي حاجه باش ما ديروا. الا عندكم حساسيه ايفيتيو كاع انك تستعملوا هاد الصبغه هذه وتهناي وخرجي من باب واسع. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. نهاركم مبروك.